السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أريد الكلام على زيارة الرئيس تبون لولاية قسنطينة. أولا، الذي لاحظته أن القاعة التي اختيرت للقاء الرئيس مع المسؤولين والمجتمع المدني لم تكن في المستوى. المفروض القاعة التي كان ينبغي يندار فيها هذاك اللقاء هي قاعة الأوبرا. قاعة الأوبرا هذه موجودة في قسنطينة وبنيت في مرحلة عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله، فكان الأولى والأفضل أنها تندار في هذه القاعة. أولا باش تكون هناك فرصة للمجتمع المدني من جمعيات وغيرهم وممثلي الشباب يحضروا، وكذلك يعني المسؤولين، ولكن اختيرت قاعة ضيقة. الأمر الثاني، شاهدت أحد الممثلين والفنانين الذين ألقوا خطابهم وكلمتهم أمام الرئيس، وأقصد حكيم دكار. حكيم دكار هذا الفنان المشهور الذي يعني قدم الكثير من الأعمال الفنية، منها سلسلة جحا التي يعني هي سلسلة شاهدناها في يعني عدة مناسبات، وكانت نقول بصراحة يعني بالنسبة للفنانين كانت في المستوى. كذلك لا ننسى يعني أعماله الفنية خباط كراعو. ولكن الذي لاحظته أنه لما كان يلقي كلمته أزعج بعض الخونة وأزعج بعض العصابة، حتى أنهم كانوا يقاطعوا الكلمة نتاعه في الميكروفون، يعني ما باغيناش يتكلم. هو كان يقدم كلمة ويطالب بأشياء عادية. إما أن الرئيس تبون كان موصيهم باش ما يخلوش يهدر وما يطولش الكلام، ولا العصابة اللي حاكمة يعني تسيير تلك القاعة وغير ذلك ما كانوش باغينه يطرح أفكار باش ما يرقاش، يعني كما احنا نقولوا ما تطورش الثقافة وما تطورش مدينة قسنطينة حفظها الله. فهمنا كيفاه؟ وهنا نفهموا باللي الديكتاتورية. حتى فنان حب يوصل حاجة بسيطة يعني عادية، معليش يطالب حتى تتحقق ولا ما تتحقق، ربما تقعد مشروع مستقبلي، ما يخلوش يهدر، ما يخلوش يتكلم. وهذه هي ديكتاتورية الرئيس تبون.